الأخوت السلام عليكم. هادشي اللي كيوقع هاد الأيام في المغرب ما بقى معاه لا عيد لا فرحة لا شعيرة. هادشي ولا كابوس حقيقي داخل آلاف المنازل المغربية. الأب كيقلب في الأسواق بحال شي واحد ضايع وتالف. الأم مخبية الدموع ديالها ووليداتهم كيسولوا بابا ماما واش غاديين نشريو الحوليد العيد؟ والجواب عند بزاف ديال المغاربة ولا تقيل بزاف، تقيل بطريقة موجعة في القلب. المغاربة ماشي ضد العيد نهائيا وما عمرهم كانوا ضده، وماشي ضد الشعيرة. المغاربة شعب متشبت بالدين ديالو وبالفرحة ديال العيد، ولكن اللي قتل الناس دابا هو الإحساس بالحقرة، الإحساس بأن الدرويش ولا آخر واحد كيفكروا فيه، وأن السوق تسلمات للشناقة ولا المضاربين. وهذوك الناس اللي كيشوفوا في العيد غير موسم ذهبي ديال الربح السريع. دابا المواطن المغربي البسيط اللي هو اصلا مخنوق بالكرا او بالكريدي بالضوء بالماء بالمصاريف ديال المدارس بالدواء بالعلاج بالماء القوت اليومي، زادوا عليه حتى الثمن ديال الحولي بحال الا غادي يشري طوموبيل. اثمنه باهظه صادمه، اسواق شاعله كتغلي، والفوضى ضاربه الاطناب ديالها، والناس كتتفرج بحسره في هذا الشيء كله. والمشكل الكبير ان المغاربه ما بقاوش فاهمين شكون هو المسؤول. واش المشكل كاين في الجفاف ولا في الاسواق ولا في السماسريه ولا في المضاربين او الشناقه، ام في غياب المراقبه، ولا في ناس كبار كيربحوا الملاير في كل موسم؟ حيت المواطن البسيط كيشوف بعينيه، كيشوف كيفاش الثمن كيرتفع العنان السماء بطريقه غريبه، وكيفاش الوسطاء ولاو كيتكاثروا بحال الفيطر، وكيفاش الفلاح الصغير كيقول ما استفدت والو، وفي نفس الوقت المواطن كيشري من عنده بارقام خياليه. يعني شكون اللي كياكل الكعكه كامله وشكون اللي كياكل الدق؟ وهنا كيبان الغضب الحقيقي، حيت بزاف ديال المغاربه ولات عندهم قناعه حقيقيه في القلب ان الاسواق ما بقاتش اسواق طبيعيه، ولات غابه. الشناق هو اللي كيتحكم فيها، والمضارب هو اللي كيشعل الاسعار. اما الدرويش الله يدير ليه شي تاويل ديال الخير. والخطير في هادشي كله هو ان بزاف ديال الناس بداو كيتكلموا الان على دور السلطات الوصيه، وكنقصد وزاره الفلاحه، وعلى الحكومه بنفسها، وعلى السؤال الكبير: فين هي المراقبه؟ فين هو ضبط الاسواق؟ فين هي حمايه القدره الشرائيه ديال المواطن الدرويش؟ واش المواطن المغربي خاصو يبقى دابا كل عام كيدخل في معركه نفسيه وماليه باش يشري اضحيه العيد؟ المشكل راه ماشي غير في الاثمان، المشكل في الاحساس بان المواطن متروك بوحده، كيواجه السوق بوحده، كيواجه الجشع بوحده، وكيواجه المضاربه بوحده، بينما الكبار كيربحوا والحيتان كتزيد تكبر والدرويش كيزيد يغرق اكثر. وهادشي علاش بزاف ديال المغاربه بداو كيقولوا كلمه خطيره بزاف: السنه ولات مفسده عوض ما تكون فرحه. حيت الاصل في العيد هو التكافل، هو الرحمه، هو التيسير، هو فرحه الاطفال. ولكن دابا بزاف ديال الاسر ولات كتعيش الرعب الحقيقي قبل العيد، رعب المصاريف، رعب نظره الاطفال الصغار، ورعب المقارنه مع الناس اللي في الجوار اللي عندهم مسك عليهم الله. والاصعب من هادشي كامل ان المغربي معروف عليه الكبرياء، راه حتى الا ما كانش عنده باش يشري كيبقى باغي يفرح وليداته باي طريقه، كيبقى باغي يحافظ على الشعيره. ولكن الا وصلنا للمرحله اللي الاب كيتسلف فيها او كيدخل في القروض او كيبيع شي حاجه من دارو باش يشري الحوليد العيد، فهنا خاص الجميع يوقف وقفه تامل ويفكر مزيان: واش هذا الوضع طبيعي عباد الله؟ جاوبوني في التعليقات رجاء. ثم كاينه نقطه اخرى كتزيد تشعل الغضب: المغاربه كيشوفوا الثروات الفلاحيه في بلادهم، كيشوفوا الملايين او الملايير اللي كتكلم عليها التقارير، كيشوفوا الدعم، كيشوفوا البرامج، ولكن في الاخير المواطن البسيط هو اللي كيخلص الثمن من عرق جبينه. وهنا كيتطرح السؤال المؤلم: واش السياسات الفلاحيه خدامه فعلا للدرويش، ولا خدامه فقط للكبار اللي هما مستافدين اصلا وميسر عليهم الله؟
الاحتقان الاجتماعي الان راه بدا تيكبر في صمت والناس ساكته، ولكن الغضب كيغلي، حيت المغربي يقدر يصبر على بزاف ديال الحوايج، ولكن ملي كتوصل اللقمه، العيد، الفرحه ديال وليدات والصغار، فهنا الجرح تيكون عميق بزاف للاسف الشديد. اليوم المغرب ما محتاج مجرد اسواق عامره بالحواله، المغرب محتاج الاحساس بالعدل، الاحساس بان الحكومه حاسه به، حاسه بالدرويش، ان حكومه البلاد قريبه من المواطن، وان العيد ما يتحولش كل سنه الى موسم للخوف والقلق والاختناق الاجتماعي، لان الشعوب ما كتعيش غير بالارقام، الشعوب كتعيش حتى بالكرامه ديالها وبالاحساس بالرحمه داخل ارض هذا الوطن السعيد. ولكن كاين واحد الجانب اخر خطير بزاف، الناس ما بقاتش كتتكلم عليه غير كازمه عابره ديال عيد، لا نعمس، الناس ولات كتشوف ان المشكل ولا اعمق، وان المغرب دخل في واحد النموذج خطير ديال اقتصاد المناسبات. كل مناسبه دينيه، كل عطله، كل موسم كيولي فرصه باش يتشرط فيها المواطن البسيط. رمضان الاسعار شاله، العيد الثمن ديالو او الثمن الحولي شال، الصيف السفر شال، المطاعم، الدخول المدرسي، الكتب واللوازم الدراسيه شالين. يعني المغربي ولا عايش في واحد الدوره مستمره ديال الاستنزاف اليومي، وما كيجي فين يفيق من ضربه حتى كتجيه ضربه اخرى. وهادشي علاش بزاف ديال الناس ولات كتحس بواحد الاحتقان نفسي خطير جدا، حيت المشكل ما بقاش غير مشكل فلوس ماده، المشكل ولا هو الاحساس بالعجز، الاحساس بان المواطن البسيط ولا مجرد آلة ديال الاداء، خدام غير باش يخلص، كيجري كيضرب تماره وكيقدر يتسلف كاع باش يخلص من جديد بدون ما يحس ولو بلحظه واحده ديال الراحه ولا بفرحه حقيقيه. والخطير ان الثقافه ديال التباهي الاجتماعي زادت عقدات الوضع اكثر مما يمكن تخيله. راه بزاف ديال الناس ما بقاتش كتشري الحولي فقط كشعيره، ولات كتحس بضغط اجتماعي مرعب. شكون جاب الحولي كبير، وشكون جاب الرومي او البلدي، وشكون صوروا في الفيسبوك، وشكون دار الشوا في دارو، وشكون كيبان مرتاح. وهنا المواطن البسيط كيتحاصر من جوج ديال الجوايه، السوق من جهه والمجتمع من جهه ثانيه. حتى ولا المغربي البسيط كيعيش واحد الحرب نفسيه قبل العيد، كتلقى الاب ساكت، عقله غايب، سرحان، حس براسو مكسور، حيت عارف بان وليداتو باغين يفرحوا بالحولي ديال العيد، لكن عارف ان جيبو خاوي. وهذه اللحظه بالضبط هي اخطر حاجه كاينه في هذا الموضوع، حيت الفقر الحقيقي ماشي في قله المال، الفقر الحقيقي هو ملي الانسان كيحس بالعجز امام وليداته الصغار. وزيدوا عليها هذه ان بزاف ديال الشباب دابا بداو كيشوفوا في المستقبل بخوف شديد، حيت الا كان الموظف او العامل او حتى الطبقه المتوسطه ولاو كيعانيوا وكيتخنقوا من هذا المشكل، فكيفاش غادي يكون الحال بعد سنوات مقبله؟ واش غادي يبقى العيد اصلا مناسبه اجتماعيه جامعه شامله، ام غادي يتحول الى شيء اخر خاص فقط بالناس الميسورين؟ هذا هو السؤال اللي خاصنا نطرحوه بقوه للمغاربه. وكاينه نقطه اخرى كتوجع القلب بزاف، وهي ان العالم كامل الان كيتكلم على الدوله الاجتماعيه، على الدعم المالي اللي كتخصو الحكومه، على الحمايه، على العداله الاجتماعيه. ولكن المواطن البسيط كيقلب على هذه المفاهيم في جيبو ما كيلقاهمش، كيشوف غير الشعارات في التلفزيون، ولكن في الواقع كيلقى السوق بحال الغابه، وكيحس بان الضعيف هو اول واحد كيتطحن. هذا الاحتقان الاجتماعي ما بقاش غير اقتصادي، راه بدا ولا كيولي احتقان نفسي، حيت ملي كتكثر الضغوط على الفرد وكيكثر الاحساس بالحقره وكيزيد يتراكم، وكيبان التفاوت الاجتماعي بشكل صادم. فهنا الناس كتولي عصبيه بزاف، كتولي مشدوده، كتفقد الثقه، وهذا الشيء اللي كيخوف بكل صراحه.
لأن المجتمعات ما كتعبش غير بالفقر فقط، كتعب حتى بالإحساس بأنه ما كاينش شي أمل. ولهذا السبب فقضية الحولي اليوم ما بقاتش مجرد نقاش على الثمن، هذه ولات مرآة كتعري بزاف ديال الأعطاب في المجتمع، أعطاب السوق، أعطاب السياسة، وأعطاب التفاوت الاجتماعي، وأعطاب العلاقة ما بين المواطن البسيط والطبقة المتربحة المستفيدة. وهذا الشيء علاش الغضب هذا العام غادي يكون مختلف، غضب صامت نعم، ولكنه خطير بزاف لأنه كيتزامن مع صناديق الاقتراع. المغاربة ما طالبينش المستحيل، ما بغاوش يعيشوا في الفيلات، بغاو فقط اللي يحس بيهم، باغين يعيشوا بكرامة، باغين يفرحوا وليداتهم ويعيشوا الشعيرة الدينية ديالهم بدون خوف، بدون قروض، وبدون إحساس بالحقرة. عيد الأضحى راه عمره ما كان مجرد سوق ديال البيع والشراء، عيد الأضحى هو مناسبة للرحمة، للتكافل الاجتماعي، وللفرحة، وللتقارب بين الناس. ولكن ملي كيتحول هذا العيد إلى كابوس مالي وإلى موسم للرعب الاجتماعي، فهنا خاص الجميع يوقف وقفة تأمل ويدق ناقوس الخطر. وهادشي اللي كيديرو محمد البودري شخصيا الآن، حيت أخطر حاجة ماشي هي الغلب بوحده، أخطر حاجة هي ملي المواطن كيف قلت كيفقد الإحساس بالعدل، وكيحس بأن السوق خدامة ضد الضعيف، وأن الشناق كيربحوا ويزيدوا يربحوا، في حين أن الأباطرة اللي على بالكم كيزيدوا يكبروا، أما الدرويش ما كاينش اللي حاس به. اليوم بزاف ديال المغاربة حاسين بالقهر، حاسين بأن القدرة الشرائية ديالهم تآكلات ولات هشة، وأن المناسبات الدينية ولات كتجيب الخوف أكثر مما كتجيب الفرح. وهذا الإحساس راه خطير بزاف على أي مجتمع، ماشي غير المغرب. حكومة أخنوش خاصها تسمع، والجهات المعنية أيضا في الفلاحة خاصها تتحرك، والمراقبة خاصها تكون حقيقية، حيث المغربي راه صابر بزاف. وهذا الشيء اللي ما كتراعيش ليه الحكومة ديال أخنوش، خصوصا ملي القضية كتعلق بلقمة العيش، بالكرامة، بفرحة الأطفال وبشعيرة دينية. والمؤلم أكثر من هذا الشيء كله هو أن المغرب بلاد الخير والخيرات، بلاد الفلاحة، بلاد المواشي، بلاد الإمكانيات، طاحت الشهد العام، ومع ذلك المواطن البسيط ولا كيحس براسو غريب في الأسواق ديال بلاده. ومع ذلك كيبقى الأمل دائما ترجع شعيرة العيد للروح الحقيقية ديالها، روح الرحمة، التيسير والتكافل، وما تبقاش مجرد مناسبة كيتغنى فيها القوي وكيزيد يتخنق فيها الضعيف. تحياتي العطيرة للجميع، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل. وما تنسوش التفاعل، كتبوا لي التعليقات ديالكم أسفل في ركن التعليقات، بغيت نسمع منكم.